أقول قد، وهنا التحقيق ليس للتأكيد. وفي محاولة عند دحام عند دحام. هذا هو الموج الأزرق، لا تطب في بحر تغرق. هذا هو الموج الأزرق يا دحام، لا تطب في بحر تغرق. يا كويت غني واطلبي وتمني، وعودي للذكريات وعودي للتاريخ، وافتح الصرح الجديد، وافتح الصرح الجديد للتاريخ، للذكريات، للأسماء، للأرقام. عنوانه الكويت. هذا هو الموج الأزرق، هذا هو يا دحام. لا تطب في بحر تغرق. اي والله، اي والله، اي والله يا كويت. ارفعوا راية الفخر يا كويت. ازرق الهيبة حضر، ازرق الهيبة حضر. وهذا جمهوره شفتوه وراه يطلق اجراس الخطر، والله اطلق اجراس الخطر. ودحام من اطلق الرصاصة. هذه المرة لا قائم ولا عارضة ولا صلاح، هذه المرة الشباك. ولا المنتخب القطري آخر الدقائق، آخر الثواني. هل يعود؟ عاد المنتخب القطري، ولكن عاد متأخرا. عاد يا معتز، عاد المعز علي، عاد المعز علي بالراس. ضاعت أكثر من كرة، وعاد مونتاري، عاد مونتاري مرة أخرى. عاد الهداف على الكرات الرأسية. واحد قطر تذكر بأنه البطل الآسيوي، تذكر بأنه صاحب إنجازات في السنوات الأخيرة، صاحب حضور، لعب الكرة. هل هناك شك على مونتاري أنه كان في موقف تسلل؟ العودة بعد ذلك إلى تقنية الVR على رأسية مونتاري. وضع رأسه، راح نشوف الحكم المساعد ما رفع. مونتاري وضع رأسه، وهدف التعادل في آخر الثواني، آخر الثواني. 1-1. لا زال التشكيك على صحة الهدف من عدمه. شوف الجماهير الكويتية وكأنها تشير إلى غربال، تقول له روح على تقنية الVR وخلي الليلة تكمل، وخلي الليلة تكمل بالفرحة. هي تأهل، لكن يقول لك خليني بالانتصار، خليني أروح أنا متصدر المجموعة. وهنا مونتاري ينتظر لعمل الخطوط لحالة التسلل. غربال ينتظر عبد الله الشهري السعودي على تقنية الVR، وينتظر كلماته على العودة إلى رسم الخط على آخر الثواني. فهل يحتسب هذا الهدف للعنابي؟ استيقظ متأخرا العنابي، سجل هدفا، أضاع أكثر من كرة أيضا ألغيت بداعي التسلل. حوار الصمت الآن ليس للتشجيع للجماهير الكويتية، هي تريد الليلة ليلة انتصار، هو ليلة تأهل. نعم، ماذا يقول؟ نعم احتسب الهدف، نعم احتسب الهدف. هدف للمنتخب القطري، هدف للعنابي.